السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من حصص شروحات النحو. هناخد النهاردة بإذن الله تعالى الفعل المضارع المجزوم. طيب، احنا خدنا طبعا الفعل المضارع المرفوع والفعل المضارع المنصوب. طيب، امتى الفعل المضارع بيكون مجزوم؟ قالك إذا سبق بأداة جزم، يعني لو جه قبله أداة جزم. طيب، ايه هي ادوات الجزم يا صديقي؟ احفظ معايا لم، ولما، ولام الامر، تمام، ولا الناهية. تمام، دي كده اسمها ادوات جزم الفعل الفعل المضارع. لم، لما، لام الامر، لا الناهية. يعني الادوات ديت لو انا شفتها قدام الفعل المضارع اعرف على طول ان فعل مضارع فعل مضارع مجزوم. طيب، الفعل المضارع المجزوم بقى بيكون مجزوم بإيه؟ صلى على رسول الله. أنا علشان أعرف جزم الفعل المضارع لازم أعرف حاجة مهمة جدا 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 جدا. إيه هي؟ أنا عندي فعل اسمه فعل صحيح الآخر، وفعل تاني اسمه معتل الآخر. طيب، هو يعني ايه صحيح الاخر؟ قال لك ببساطه صحيح الاخر يعني اخر حرف ما يكونش حرف عله. طيب، ايه هي حروف العله؟ تعالى نكتبها اليمه التانية. ايه هي حروف العله؟ قال لك ان حروف العله هي الواو والالف والياء. حلو. طيب، يعني ايه بقى فعل صحيح الاخر؟ يعني اخر حرف من الفعل ما يكونش لا واو ولا الف ولا ياء. يعني مثلا كلمه زي كلمه يلعب اخرها حرف الباء، طالما مش اخرها واو او الف او ياء اذا ده اسمه فعل صحيح الاخر. طيب، عندك مثلا يذاكر، تمام، اخرها راء، اذا لا هي واو ولا الف ولا ياء، اذا ده فعل اسمه فعل صحيح الاخر. يبقى الفعل صحيح الاخر هو فعل اخر حرف فيه مش حرف عله. طيب، يعني ايه فعل معتل الاخر بقى؟ قال لك فعل معتل الاخر يعني اخر حرف عله، زي مثلا يسعى، او اخر حرف الف ده حرف عله. طيب، زي كلمه يدعو، تمام، ده برضو حرف عل، اخره حرف عل، اذا ده اسمه معتل الاخر. طيب، الفعل المضارع بقى اللي هو علامات جزم المضارع. قال لك ببساطة يا صديقي الفعل المضارع المجزوم بيكون مجزوم بثلاث حاجات. قال لك بيكون مجزوم يا صديقي بالسكون، او حاجة اسمها حذف حرف العلة، تمام، وحاجة اسمها حذف النون. طيب، امتى الفعل المضارع بيكون مجزوم بالسكون؟ قال لك بيكون مجزوم بالسكون اذا كان صحيح الاخر. صحيح الاخر. خلي ثواني بس كده. طيب، امتى بيكون مجزوم بحذف حرف العله؟ قال لك اذا كان معتل الاخر، احنا لسه قايلينهم حالا. طيب، امتى بيكون بحذف النون؟ قال لك اذا كان من الافعال الخمسه. طيب، انا مش فاهم. لو انا جيت قلت لك مثلا يا صديقي الولد لم يذاكر، حلو كده. طيب، فين هنا الفعل المضارع؟ عند الفعل المضارع يذاكر، تمام، قبله قبله لم دي اداة جزم، اذا يذاكر ده فعل مضارع ماله؟ قال لك مجزوم. طيب، مجزوم بايه؟ قال لك بص على الفعل ده اخره حرف عله؟ لا. طيب، اخره حاجة من الافعال الخمسة؟ برضو لا. اذا الفعل ده اسمه صحيح الاخر. طيب، الفعل صحيح الاخر بيكون مجزوم بايه؟ قال لك يا صديقي بيكون مجزوم بحاجة اسمها السكون. معلش انا كتبتها غلط. بيكون مجزوم بحاجة اسمها السكون. اذا ده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب، اديني واحد كمان. لما اجي اقول لك مثلا المعلم لم يشرح. حلو. طيب، تعالى نشوف الفعل ونعربه. ادي يشرح ده فعل مضارع قبله لم اداة جزم، اذا ده فعل مضارع فعل مضارع ماله؟ قال لك فعل مضارع مجزوم.
طيب مجزوم وعلامة جزمه ايه؟ طالما لا اخره حاجة من الافعال الخمسة ولا حرف علة، اذا ده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه الايه؟ السكون. طيب اديني نوع تاني. لما اجي اقول لك مثلا لتذاكروا بجد. حلو. ده فعل مضارع، تمام، اتصل به لام اسمها لام الامر. لتذاكروا دي لام الامر. اذا يا صديقي ده اسمه فعل مضارع ماله؟ مجزوم. طيب مجزوم وعلامة جزمه ايه؟ بص للفعل. تذاكروا كان اصلها تذاكرون، الواو والالف دي اسمها واو الجماعة، تمام. اذا ده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الايه؟ حذف النون. تمام كده. طيب مثال كمان. لما اجي اقول لك مثلا الولدان، او خليها البنتان بقى، احنا ليه بناخد مذكر على طول؟ تعالى ناخد البنتان او البنتان لم يسرقا. تمام. طيب تعالى لم تسرقا، معلش. تعالى نعرب البنتان. عندي هنا لم أداة جزم، تسرقة فعل مضارع كان أصلها تسرقان، تمام. إذا ده فعل مضارع ماله؟ قال لك يا صديقي ده فعل مضارع مجزوم. طيب هو ليه مجزوم؟ قال لك مجزوم عشان قبله أداة جزم. طيب هي كان أصلها تسرقان، يعني كان في هنا نون وإيه؟ نون واتحذفت. إذا ده فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الإيه؟ حذف النون. تمام كده؟ تمام. طيب تعالى ناخد مثال كمان. لو أنا جيت يا صديقي وقلت لك مثلا القاضي لم يقض بالحق. فين هنا الفعل المضارع يا صديقي؟ الفعل المضارع هنا يقض وقبلها لم. خلي بالك علشان يقض دي كان اصلها يقضي، وانا حذفت الايه؟ حذفت حرف العله. ليه؟ علشان قبله اداه جزم. طيب يقض ديت هتعرب ايه؟ قال لك فعل مضارع ماله؟ مجزوم. ليه مجزوم؟ علشان قبله حرف عل. يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف الايه؟ العله. طيب مثال كمان. لما اجي اقول لك لتسع ايها المؤمن الى مرضاة ربك. حلو. تعالى نعرف كده. عندي اللي تسع ده فعل ايه؟ فعل مضارع اتصل به لام اسمها لام الايه؟ لام الامر. اذا تسع هنا يا صديقي هيعرب ايه؟ قال لك هيعرب فعل مضارع. طيب فعل مضارع ماله؟ قال لك فعل مضارع مجزوم. ليه مجزوم؟ علشان قبله اداة جزم. طيب اداة الجزم هنا خلت الفعل المضارع مجزوم. طيب تسع ديت كان اصلها ايه؟ كان اصلها تسعى. اذا ده فعل مضارع مجزوم، تمام، وعلامة جزمه، علامة جزمه ايه بقى؟ قال لك علامة جزمه حذف حرف العلة. تمام. ليه؟ لان انا هنا لما دخلت اداة جزم حذفت حرف العلة. يبقى ده كده ببساطة الفعل المضارع اسف الفعل الايه؟ الفعل المضارع الايه؟ المجزوم. يبقى الفعل المضارع المجزوم بيكون مجزوم يا اما بالسكون يا اما بحذف النون يا اما بحذف حرف العلة. وبكده هنكون خلصنا الفعل الايه؟ الفعل المضارع. هيبقى فاضل لك الفعل المضارع الايه؟ المبني. تمام كده. وفي نهاية في نهاية حصتنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.